تعرف ليه الميه افضل من اي مشروب انك تبلع بيها الحبوب او الكبسولات؟ اول ميزه في الميه ان هي بتسهل عمليه البلع. من خصائص الميه ان هي سائل خفيف واللزوجه بتاعتها قليله، فبتخلي الحبوب تتزحلق جوه المريء بشكل سهل جدا، عكس بقيه المشروبات التانيه زي العصاير او اللبن اللي بتخلي عمليه البلع اصعب لان اللزوجه بتاعتهم بتبقى عاليه. الميه ما فيهاش اي مواد ممكن تتفاعل مع المواد اللي موجوده في قلب الدواء او قلب الحبايه علشان تقلل فعاليتها او تقلل سرعه الامتصاص بتاعتها، عكس بقيه المشروبات اللي ممكن يكون فيها سكريات او نسبه بروتين اللي بتقلل الفعاليه بتاعت الدواء وبالتالي كمان بتقلل سرعه الامتصاص بتاعته. تالت حاجه ان الميه ماده خامله كيميائيا، يعني عمرها ما هتتفاعل مع الدواء، عكس بقيه المشروبات التانيه زي العصاير او اللبن او القهوه او المشروبات الغازيه اللي ممكن تتفاعل مع المواد اللي موجوده في قلب الدواء وتاثر على الفعاليه بتاعته. رابع حاجه واهمها ان الميه بتحافظ على الفعاليه بتاعت الدواء. في بعض الادويه بتتاثر بالحموضه او بدرجه الحراره، بس الميه عاده بيبقى درجه حرارتها مناسبه وفي نفس الوقت كمان مش بتاثر على حموضه المعده، فبالشكل ده هتبدا تحافظ على فعاليه الدواء عكس المشروبات السخنه او المشروبات الحمضيه اللي بتبدا تتفاعل مع الدواء وتاثر على الفعاليه بتاعته. خامس حاجه ان الميه بتساعد على ان الحبايه او الكبسوله اللي انت بلعتها تبدا تتفتت وتطلع الماده الفعاله اللي جواها، فده طبعا هيبدا يسرع عمليه الذوبان بتاعتها جوه المعده وكمان سرعه الامتصاص. سادس حاجه ان الميه بتمنع ان الكبسوله او الحبايه اللي انت خدتها تلزق في جدار المريء فتعمل لك التهابات وفيما بعد تعمل لك قرح في المريء. يعني باختصار شديد جدا ان الميه عنصر مهم جدا انك تستخدمه في انك تبلع الحبوب او الكبسولات اللي انت بتاخدها، وبالاضافه كمان ان هو عنصر متوفر ورخيص جدا. وفي اخر حلقه اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل بسيط وسهل، وانك لو بتاخد الحبوب او الكبسولات بتاعتك باي حاجه غير الميه لازم تغيرها وتشربها بميه. اتمنى يكون الفيديو عجبك وشكرا ليك.